السلام عليكم. مريم عندها 22 عام عايشة مع والديها كبار في السن حيت ولدوها وامو كبار في السن. ما كملاتش قراية وخرجات بكري من القراية. والديها كانوا ناس دراوش، واخا ما عندهمش فلوس كانوا مالين في بنتهم حيت هي الوحيدة اللي عندهم، هي اللي هما هي اللي كيكسبوا في الحياة. قصة مريم كنت داوي واحد الليلة كتنعس في الليل ما بها ما عليها حتى كتسمع الصداع. ملي ناضت شافت شكون لقات واحد الموش كيغوت بكثرة الخلعة وداكشي ضربات باش يخليها تنعس. الموش كان كحل وهي حيت الليل ما عرفتش ما فرزاتوش مع اللون ديالو وداكشي، ومع فاقت مخلوعة وباغا تنعس ضرباتو ما تسوقاتش ليه. رجعات نعسات الليلة اللي ضربت شي. ملي رجعت نعسات ولات بدات كتحلم شي احلام اللي غريبة ما فهمت والو، قالت هادشي واقيلا يكون شي حاجة عادية وداكشي ما تسوقاتش هادشي. المهم مشات ليام وجات ولات ملي كتنعس في الليل كتشوف شي حاجه في الليل حداها، كتشوف بحال شي واحد واقف لها حدا راسها وساكت ما كيدوي ما والو، كيبان لها غير الظل ديالو. ناض الصباح كانت داكشي الوالديها ما قالوا لها داكشي عادي، غتكون واقيلا غير ما كلتي مزيان في الليل، ما رستيش مزيان اولا كلتي شي حاجه ما هياش، هادشي علاش خلاتك تحلمي الاحلام. داكشي بدا كيتكرر معها تقريبا يوميا. تدخلوا بدات تدخل الوسواس، ولات كتقول حتى كيفاش. واحد النهار والديها كانوا معروضين لواحد المناسبه وبقات غير بحدا في الليل. طيبت عشات مشات ناسات عادي بحال ما كاين والو. ضربات 12 الليل وليدات تسمع التلفازه شاعله والضو والصداع حداها. فيها بطات لقات التلفازه طافيه والضو شاعل، الضو طافي يعني ما كاين والو. طلعت عاوتاني ملي طلعت ناس عاوتاني سمعت شي الصداع لتحت، هبطات ما كتلقى والو. صافي تما شديت الخلعه وشديت التقفقيف. قبل ما نكمل لكم القصه ما تنساوش تشاركوا في القناه باش ديما يوصلوكم قصص بحال هاد. المهم ملي طلعت بغات الناس عاوتاني سمعت داك الصداع والتلفازه كتشالو والروينه والمقارج كيضربوا في الكوزينه. صافي بكثرة الخلع خرجت جري نيشان، خرجت ناس خرجت للدار وتريحات حتى كملات ناعسه حدا باب دارهم. في الليل جو والديها على الصباح حتى كتبان لهم الدريه ناعسه في حدا الباب ديال الدار. نوضوه من النعاس قالوا له مالك، عاودت لهم القصه ما تيقواش، قالوا لي راه هادشي راه يقدر يكون غير عادي، ما ديريش في بالك بنتي، راه داكشي عادي ماشي شي حاجه تكون واقيلا غير شي اوهام بحال الضو بحال المسطيه بحال شي حاجه بحال هكا. يعني داكشي ما تيقواش، واخا قالت لهم الوالدين ما تيقواش. المهم داز واحد الايام عاوتاني داخله البيت باغا تنعس، يلا شدتها يلا بغات تنعس فرشات فراشه وداكشي وبغات تنعس حتى كتبان ليها شي حاجه جيهتها. ومع البيت مظلم كيبان ضارب هذاك الضوء ديال الزرقاء، كيبان ليها شي حاجه جيهتها. بدات كتغوت والوالدين سمعوها قالوا يجريو عدا. قالوا لها مالكي، قالت لهم راه حكات لهم القصه، قالت لهم راه شي واحد جي عدي بحال باغي اديني بحال شي حاجه بحال هكا. المهم ما تيقواش هذا، ولكن بانت لهم واحد الحاجه غريبه في وجهها. ملي يجي يشوفوا لقاو فيها واحد القمشه في وجهها، اذا شي حاجه ماشي تما. المهم هزوا بنتهم الضوء هاد الروقاش والو، فين ما كدوي هادشي راقي ما داكشي كيجي مجهد بزاف ما كيعرفش ليه. المهم مريم بقات في ديك المعاناه ديال يوميا في الليل كتشوف بحال شي واحد واقف لها حدا راسها. يعني ملي كتبغي تدخل دوش ولا شي حاجه كبدت ما كتكونش مرتاحه، كتحس بحال شي واحد ورا ظهرها. يعني ديما ولات عايشه في واحد الرعب ديال بصح ما بقاش متوازنه، يعني ما بقاش كتاكل مزيان، هبطات الصحه ديالها ضعفت. صافي دخلت في واحد المرحله ديال الانتكاسه. زياده على ذلك وانه اي عريس جا بغي يخطبها كترفضو، يعني ديما كترفضو وكترى شي حاجه باش كيتعكس لا البلان. يعني دي واخا يعني الدريه في عمر الزواج داكشي، ولكن ما اللي كيجي يخطبها كيهرب منها. يعني كترى شي حاجه كيهرب بها، هي مثلا المهم كترى شي حوايج اللي هي غريبه. المهم والديها بقات فيهم بنتهم بدات الفقهاء وداك الشيء، يعني ما فيما كان شي راقي في شي بلاصه كيديوها. اخر راقي مشات عندو
قال الوالدة راه عد المس العاشق. المهم داك يدو مريم قال لها عاودي احكي لي تكوني مثلا درتي شي حاجه ما هياش او لا مثلا كبيتي المسخون او شي حاجه بحال هكا. هي في ديك اللحظه تفكرت داك النهار اللي كانت ناعسه وناض ضربت المش صافي. تما قال لها شوف بنتي هذاك راه ماشي مش راه كذا راه من الجن وكذا وكذا اديتي. المهم بدا كيعطي واحد النصائح ديال انه الدري ما كانش كتصلي، مريم ما كانش كتصلي، يعني كانت نفاسات عاديه ما كدير شي حاجه اللي. المهم قال لها شوفي بنتي خاصك شويه تقي راسك شويه تصلي، ومن الليل ملي تبغي تنعسي حاولي توضاي وصلي واحد 2 ركعات وغيكون غير الخير بنتي. المهم داكشي اللي دار هي داك الجن اللي فاهم ما كيخليهاش دير داكشي، يعني الصلاه ما كتصليش، يعني فين ما كتبغي تصلي مثلا تصلي نهار طاع ما تبقاش تصلي، يعني ديما كيكون داك بحال كتنفر بالزربه. المهم بقات مضاربه مع راسها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى ولات شاده في الصلاه، ولات شاده في الصلاه. المهم ولات بعض المرات كيجي داك الصراع، يعني هذاك الجيل العاشق اللي فيه كيحاول يخرجها من هذاك من داك الجو الروحاني اللي يقدر هو يخرج عليه او اللي يقدر هو يأذيه، كيحاول ما امكن يبعد من هادشي. ولكن هي بقات مصره باش تشافى على الشفاء باذن الله. مريم محدا كنسيد قوه بالصلاه وبالايمان، وداكشي كيتنعكس على الجيل العاشق قد ما كيزيد يتعصب عليها وقد ما كيزيد يأذيها لدرجه بانه ولا دخلت دوش او شي حاجه كتخرج في لاطراس ديال العصا، يعني بحال شي واحد كان كيضرب فيها لداخل. المهم بقاش هكاك نهار اليوم نهار غدا نهار اليوم نهار غدا حتى الحمد لله تشافات ولات بخير وعلى خير، وجا واحد ولد الناس تزوجها والحمد لله. يعني داكشي كانت غير مرحله ودازت. الاخوان عجبتكم المقسمه تنساوش تشاركوا في القناه. والسلام عليكم.